بقى نروح نجاوب على أهم الأسئلة اللي بتتكرر كتير عن الكليكزان حقن. أول سؤال، هل الكليكزان بيسبب نزيف؟ والإجابة إنه ممكن يسبب النزيف بصورة أكبر، خصوصا إذا كان المريض بيعاني من اضطراب نزيف وراثي أو ناجم عن مرض أو سكتة دماغية نسفية أو غير كده من الاضطرابات المسببة للنزيف. تاني سؤال، هل الكليكزان بيسبب ارتفاع في إنزيمات الكبد؟ والإجابة إنه استعمال الكليكزان ممكن يأثر على إنزيمات الكبد، إلا إن التأثير ده عادة ما بيختفي بعد ما بتوقف استعماله. رابع سؤال، إيه هي فوائد حقن الكليكزان للحامل في الشهور الأولى؟ الكليكزان بيساعد على الوقاية من الجلطات الدموية أثناء الحمل، بالإضافة إلى إنه بيقلل من مخاطر الإجهاض خصوصا عند الحالات اللي تعرضت للإجهاض بسبب مشاكل تجلط الدم، وممكن يستعمل من بداية الحمل وتستمر فترة العلاج على حسب الحالة. خامس سؤال، إيه هي فوائد حقن الكليكزان للحامل في الشهور الأخيرة؟ بيستخدم للوقاية من الجلطات الدموية خلال الحمل، خصوصا عند الستات الأكثر عرضة لده، لكن بينصح بالتوقف عن استعماله بمجرد بدء انقباضات الرحم أو قبل 24 ساعة من الولادة. سادس سؤال، إيه هي فوائد حقن الكليكزان للجنين؟ الكليكزان بتستعمل أثناء الحمل بصورة رئيسية للوقاية من الجلطات الدموية الوالدية، وكمان الوقاية من فقدان الحمل عند الستات المصابة بالجلطات، وده بيساعد على الولادة بأمان وحفظ حياة الجنين والأم. نيجي للسؤال اللي بعد كده وهو الفرق بين كالهيبارين والكليكزان. بالنسبة للكليكزان فهو بيحتوي على مادة الإنوكسابرين، أما الكالهيبارين فهو بيحتوي على الهيبارين كالسيوم. الكليكزان عنده احتمالية أقل في التسبب بآثار ضارة، إنما الكالهيبارين عنده احتمالية أعلى في التسبب بآثار ضارة. بالنسبة للكليكزان فممكن المرضى يحقنوا نفسهم في البيت عادي، إنما الهيبارين لازم الأطباء أو غيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية يحقنوا المريض بالهيبارين، والمرضى ممنوع يستخدموا الهيبارين بنفسهم. بالنسبة للكليكزان فهو بيتاخد تحت الجلد ويدوم لفترات طويلة، إنما الكالهيبارين ممكن نديه تحت الجلد أو عن طريق التنقيط الوريدي. آخر سؤال بقى، إيه هي طريقة حفظ حقن الكليكزان؟ حقن الكليكزان بتتحفظ في مكان جاف وبارد في درجة حرارة ما تزيدش عن 25 درجة مئوية، وكمان هتلاقي معظم الصيدليات تحطها في التلاجة، بس طبعا ممنوع إن حد يجمدها.